السلام عليكم متابعي دبليو ام كورة. أهلا بكم في هذا التحليل الخاص للمواجهة الودية الكبيرة التي جمعت المنتخب الوطني الجزائري بنظيره الهولندي. مباراة حملت الكثير من الدروس الإيجابية، وأكدت أن المنتخب الجزائري يسير بخطوات ثابتة نحو الاستحقاقات القادمة. الجزائر تكسر سلسلة هولندا التاريخية، تمكن المنتخب الوطني الجزائري من تحقيق فوز ثمين أمام منتخب هولندا ليضع حدا لسلسلة 14 مباراة متتالية دون هزيمة للطواحين الهولندية. هذا الانتصار لم يكن مجرد نتيجة إيجابية، بل رسالة قوية تؤكد أن الخضر قادرون على مقارعة أكبر المنتخبات العالمية عندما تتوفر الروح والانضباط التكتيكي. اللاعبون دخلوا المباراة بشخصية قوية وثقة كبيرة، ونجحوا في فرض أسلوبهم خلال فترات عديدة من اللقاء، خاصة في الجانب الدفاعي والتحولات السريعة نحو الهجوم. رونالد كومان يشيد بالمنتخب الجزائري بعد نهاية المباراة. تحدث مدرب هولندا رونالد كومان عن أداء المنتخب الجزائري قائلا: هذا النوع من المنتخبات يلعب بالقلب قبل أي شيء آخر. لقد أثبتوا أنه لا توجد مباريات ودية في كرة القدم. تصريح يعكس الاحترام الكبير الذي فرضه المنتخب الجزائري على منافسه، بعدما أظهر اللاعبون روحا قتالية عالية ورغبة كبيرة في تحقيق الفوز حتى أمام أحد أقوى المنتخبات الأوروبية. بيتكوفيتش يواصل سياسة المنافسة من جانبه. أكد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش أن المنافسة ما زالت مفتوحة أمام جميع اللاعبين، حيث صرح: لم أجد بعد التشكيلة الأساسية، الفرصة متاحة للجميع والأجهز هو من سيشارك. هذا التصريح يعكس فلسفة المدرب القائمة على منح الفرص للجميع وعدم الاعتماد على أسماء ثابتة، وهو ما يرفع مستوى المنافسة داخل المجموعة ويمنح المنتخب خيارات عديدة قبل المنافسات الرسمية. رفيق بلغالي يغير وجه الجهة اليمنى. أحد أبرز نقاط المباراة كانت دخول رفيق بلغالي خلال الشوط الثاني. اللاعب قدم إضافة واضحة جدا للمنتخب الوطني، حيث منح حيوية أكبر للجهة اليمنى وساهم في تنشيط الرواق هجوميا. تحركاته المستمرة وصعوده المتكرر إلى الأمام ساعد في خلق مساحات إضافية لزملائه، كما ساهم بشكل مباشر في تحسين جودة بناء الهجمات وصناعة الفرص. أنيس حاج موسى يفتتح عداده الدولي اللحظة الأجمل بالنسبة للموهبة الجزائرية. أنيس حاج موسى كانت تسجيله أول أهدافه بقميص المنتخب الوطني. الهدف يؤكد الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها اللاعب، ويمنح دفعة معنوية مهمة لمواصلة التألق مع الخضر مستقبلا. الجماهير الجزائرية تنتظر الكثير من هذا اللاعب الذي يملك السرعة والمهارة والقدرة على صناعة الفارق. لوكا زيدان رجل المباراة. تم اختيار الحارس لوكا زيدان رجلا للمباراة بعد الأداء الرائع الذي قدمه أمام هولندا. الحارس الجزائري كان سدا منيعا أمام الهجمات الهولندية، ونجح في التصدي لعدة فرص خطيرة، محافظا على تفوق المنتخب الوطني في أصعب فترات اللقاء. تألقه الكبير يؤكد أن المنتخب يملك خيارات قوية في مركز حراسة المرمى. خلاصة دبليو ام كورة: فوز الجزائر على هولندا لم يكن مجرد انتصار ودي، بل اختبار حقيقي أثبت قدرة الخضر على مواجهة كبار العالم. تألق لوكا زيدان، هدف أنيس حاج موسى، إضافة رفيق بلغالي، وإشادة رونالد كومان، كلها مؤشرات إيجابية قبل الاستحقاقات القادمة. منتخب يزداد قوة وثقة، وجماهير تحلم بمشوار كبير في المستقبل.